اسم حضرتك؟ السفاح محمد جاد أنيش من الخير. مركز قصة القصة محمود رخام، محمود اللي هو معاهم جوه ده رخام، محمد أحمد مصطفى كان اتعفق ب 2 جرام بانجو. اتعفق ب 2 جرام بانجو، فطبعا جابوه هنا النيابة. ففي العيال الطلبة طالعين من المدرسة بتاع الصنايع، فشافوا محمود رخام متكلبش وجاي المركز هنا. المهم اتلموا على العساكر، قعدوا ياخدوا محمود منهم. المهم خدوه، محمود ولع من العسكري، راحوا جايبينه هنا في المركز. راح محضر نفسه في ضبط الاحوال، يعني ما ولاش هرب، لا ده حضر نفسه في ضبط الاحوال هنا. المهم طبعا كانوا 4 تنفار، محمود كمال وهاني جمال واحمد خليل. دول ما فيش نايمين في البيت، نايمين في البيوت. هتغرب، يبقى رحنا لمحمد خلف ده البيت، ورحنا لامير الشرطه الثاني، ورحنا للغفير. قال يا عم الناس دي ما شفناهاش ولا شفناها خالص ولا نعرفها. طب يا عم عايزينكم معانا يوم القضيه ان شاء الله. قال يوم القضيه هتلاقونا موجودين احنا الثلاثه. يبقى جت القضيه بقى لها 4 ايام. جيت للمأمور هنا، المأمور يا باشا الناس دي هتطلع معانا للقضيه عشان ما تطلبوش الشهاده بتاعتهم. قال لي ما جاليش اعلان رسمي. طب يا باشا الاعلان جالك تحت في النبطشيه واتسحب منهم. انسحب الاعلان وانا معانا صوره في الاعلان اهي. قال ماليش دعوه، انا ما جاليش هنا عندي اعلان رسمي. يا باشا العيال هتتحجز. قال انا ماليش دعوه. الاثنين دول يروحوا معاكم على الغفير والاتصال الثاني، وانت يا محمد يا خلف اطلع الخدمه بتاعتك. محمد خلف اللي هو كان هنا دلوقتي ده، الله اطلع خدمتك ما تروحش معاه، اللي هو عامل التقرير نفسه ده. يبقى احنا خدنا العيال معانا ورحنا مسلمينهم، احنا مسلمينهم بايدينا، لا كانوا محبوسين ولا ضبط واحضار ولا حد قال لهم تعالوا روحوا ولا جالنا اعلان من النيابه خالص ولا نعرف اي حاجه. يبقى احنا رحنا النيابه، سلمنا العيال بايدينا، سلموا البطايق وسلموا ايديهم. فجينا بعد الجلسه لقينا القاضي المحترم بيديهم 4 شهور حفظ عليهم هنا في النيابه بدون اي كلام. المحامي قاعد يتكلم، قال له ما تتكلمش، ما حدش منكم يتكلم ولا حد ياخد، ولا خد اقوال الشهود. الثاني شهود وقف قدامه كده قال لهم يلا روحوا اقعدوا، ما حدش يتكلم بدون اي كلام وبدون اي تهاري. راح مدي للعيال دي 4 شهور حفظ عليهم. ندوهم حفظ عليهم لا لما ناس نامت في البيوت وبيحافظ عليهم 4 شهور. وانتهى المأمور ما رضيش يديني امين الشرطه اللي كان معاك ده هنا ده، قال له ما تروحش معاه بطلع الخدمه بتاعتك. واديني 4 شهور ظلم بظلم لغايه لحين القضيه. يعني بدل القاضي ما يدوم 15 يوم ولا شهر، لا ندوم 4 شهور عشان يأدبوا. ناس تانية في بيوتها ولا شافتش حاجه، والباقي القاضي بيدوم 4 شهور. احنا ما نعرفش عنه حاجه، ولا حد يعرف حاجه، ولا والكلام اللي مكتوب ده ما نعرفش عنه حاجه خالص. اقتحام مركز وتقرير طبي وده كله احنا ما نعرفش عنه حاجه. واولادنا كانوا في ليبيا مسافرين، وعلى اول ما سمعنا بان خدوا 5 سنين غيابي استدعانا جبناهم. لو ولادنا مخطئين كنا نقلناهم خليناهم هربانين في ليبيا. يوم وليش نجيبهم، يعني نجيبهم لا ما يقعدوا لحد الحكم وما يسقطوا ويقعدوا بيشتغلوا بفلوس. جينا علشان نطلعهم براءه لقينا كلام غير الكلام بتاعهم مكتوب في الورق ده. بس عليهم المركز 60 ورقه اللي قتل السادات ما كتبوش في 60 ورقه. النيابه راح جاي على مركز وراح مسلم نفسه وقال لهم ده 4 ايام اخش اخدها. الراجل ما غلطش وطلع براءه وما جريش وما حصلش منه حاجه. ايوه عربيته وبيركب امين الشرطه معاه، امين الشرطه وقع. واحنا والناس اهل محمود اللي شالوه وهم اللي قوموه وهم اللي مسحوا له الناس كلها هو المحضر هو الحداد. عاوزين نعرف المحضر ده بيتلف لنا بناء على ايه؟ الشرطه بتعمل فينا كده ليه؟ ايه السبب في اللي يحصل لنا ده؟ اتفضل سعادتك ده محضر قدام سعادتك. المحضر وشوفي ايه اللي بيحصل فيه. ودي قصه سعادتك موجوده فيها ودي النيابه فيها. قومي نروح النيابه وقالوا في يوم الجلسه بتاع محمود ده الناس دي عملت اي تكليف في النيابه يبقى دي قضيتها. مركز اتسود تقرير محل وشارع وبني ادم كده. قولوا لهم الناس دي حصل منهم قنابل مثيره للدموع، ضربوا اسلحه ناريه، حرقوا مكاتب، عملوا حاجه ما عملناش حاجه خالص. زائد ان شلنا قضيه بدون اعلان. في قضيه بدون اعلان، في متهم ما بيتعلنش،
بقضيتها كده احنا ما جيناش اعلان، واذا كان جانا على يعني الامين بيقول الحمد لله انك جيت على كده. عاوزين نعرف بقى هم بيتهمونا الاتهام ده ليه؟ الشرطه بتتهمنا كده ليه؟ بتضيع ولادنا منا ليه؟ سيبنا عيالنا بتغير ذنب ليه؟ عاوزين نعرف. طيب انت بتطالب بايه دلوقتي؟ انا بطالب دلوقتي عاوز حقي. العادل عاوزين حقي وما بقولش ان انا هعمل غلط. يا فندم شهاده تقدير بتاع محمود كمال تقدير خدمه عسكريه. وبالنسبه لمحمود محمود كمال محمد جاد سيادتك كان في ليبيا وده التذكره واستدعناه قلنا له يا محمود تعالى انك عليك حاكمين عليك ب5 سنين غيابي، لازم تيجي عشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي. وسيادتك ده شغال عامل بالاجر الجوازات بتاع العيال كلها. دولت الاثنين سيادتك اللي هم ما لهمش اي حاجه واترموا وكذا وكذا. وبالنسبه لهاني ابن عمه شهد والناس شهدت وما حدش احنا مش عارفين نشكر مين، فنشكر ربنا وشكرا.